السلام عليكم. واخيرا انتهى ماتش الاهلي وسيراميكا، الماتش اللي بدايته غير نهايته خالص. زي ما البدايه كانت بتاعه المدرب، في النهايه برضو بتاعه المدرب. تعالى نشوف شويه تفاصيل، فلايك بقى وفولو وبسم الله نبتدي. بدايه كده الاهلي بصراحه نزل بتشكيله هي ما كنتش متوقعها قوي، كنت متوقع اللي هو يبتدي بحاجه يعني افضل من كده صراحه. يعني هو تقريبا بيفقدنا الامل فيه بصراحه من بدايتها كده، واحده واحده. لما تبقى اديلك اربع خمس متوشه، في ناس خلاص بان عليهم اللي هم خلاص. كوكا ما زال هو مستمر عليه، مستمر بديانج وزيزو في نص الملعب. هيك شفت كميه الكور اللي اتقطعت منهم هما الاثنين. فهنبتدي كده على طول على الماتش. بصراحه الاهلي كان ضاغط، ودي بصراحه حاجه حلوه فيه من اول ما جه. بس الماتش ده كانت بزياده شويه حميه بقى، وطرقع لهم جامد الماتش اللي فات. فكنت نازل ضاغط، فالاهلي بصراحه كان نازل ضاغط، واللعيبه كانت نازله شده شويه. والضغط ده بصراحه بيجيب لك فرص، بس اهم حاجه ان الفرص اللي بتتصنع طريقه المدرب وبفكره وبشغله. مثلا كرة الجون نفس الكورة بتاعت ديانج الماتش اللي فات، فده شغل مدرب. هو ده اللي قلته، هو بيشتغل على حاجة اللي هو ايه، ان هو بيخلي نص الملعب يضم على الباك وعلى الجناح ويفتحوا مساحات لبعض. بصراحة بيجي منها فرص كتير، مش كتير بس بيجي فرص منها حلوة، بس عددها قليل. وهي دي المشكلة، ان انت يعني الماتش اللي فات كرة ديانج بس اللي جت من شغل الراجل. الماتش ده برضو كرة زيزو او الجون هي بس الوحيدة اللي جت من شغل الراجل. اي فرص تاني في الماتش بصراحة ما هي الا ضغط من اللعيبة او فاول مثلا او حاجة. يعني ان برضو ما فيش فاولات خطرة خالص. يعني انت شفت كتير الاهلي من غير الضغط او هو ماسك كوره ما مالوش يعني ايه، مالوش فرص واضحه، مالوش حاجه يعني ايه فرصه تتكرر مره واتنين غير الكوره بتاعت زيزو ده ما اتكررتش تاني اصلا. فهي دي مشكله نرجع عن ان الاتنين اللي في النص هما المفروض اللي بيمسكوا الكوره وبيبنوا، المفروض يعملوا ثرو مثلا او يطلعوا من الكوره من تحت ضغط. بصراحه يعني مش مكانهم، لا مكان ده زيزو. لسه تشوف اللي هو حمل شويه النهارده وكده، بس في الاخر انتاجه ما جايش غير من الناحيه اليمين اللي هي دي، يعني دي حتته. وكرة عرضية اللي هي دي بتاعته. لكن كمركز اللي هو نص ملعب هجومي ده ما فيش. كل ما يستلم الكورة نروح مباصيها بجنبه، سواء هو او ديانج. بيباصوا جنبهم كتير في نص الملعب عشان هي مش بتاعتهم، يا اما يباصوا يا اما بتتخطف منهم. بصراحه زيزو وينج يمين تميز بالعرضيات وبشويه مجهود. زيزو مش هتستفيد بيه غير لما بيرفع عرضيه في ناحيه اليمين كمان، في حته اللي هو بيلعب صانع العاب ناحيه الشمال دي، وديانج ناحيه اليمين دي. مش هتجيب نتيجه كمان لما تلعب ضد فريق كبير. بس الاهلي ماسك كوره مش ايه، مش ليه فرص حقيقيه نهائي. يعني انت جاي تشوف خطفه بتاع كل ده من ضغط مش اكتر، يعني لحد ما جبت الجون ورحت راجع ورا شويه. وطبعا عشان دفاعك على الله وقفتهم على الله، جه في الجون من انفراد تام. يعني دي مش مرتده على الاهلي، لا ده احنا واقفين وجات فرصه. نفس الكره بتاعت برضو الجون الشوط التاني اللي كوكا والشناوي اتصاب فيها، واقفين برضو عادي واتلعبت كوره وجات انفراد برضو. دي نتيجة برضو ان اللي يشيل الدفاع لا ياسين مرعي ولا ياسر. يعني واحد منهم يلعب، التاني لازم يبقى سوبر عبد المنعم وياسين مرعي. هتشوف يعني ايه كرة نضيفة شوية. فجه في الجون وبعدها يعني ضغطت دقيقتين كده وبتاع، كان هتجيب في الجون تاني. مش فاهم العبط ده، واللعيبة رقابها ذهبت كده ليه. وراح ابتدى الشوط التاني. تعالى بقى للشوط التاني. كناس بتتفرج على الماتش انت اكيد هتشوف يا فين حمية اللعيبة وبتاع. وطبيعي يا جماعة ان اللعيبة مش تفضل ضغطة ل 90 دقيقة، مستحيل. هنا بقى بيظهر شغل المدرب، اللي هو ده المشكله معاه واللي ابتدت تظهر، اللي هو ملوش بصمات الصراحه كبيره. هو حاجات صغيره بس ملوش بصمات كبيره. هتلعب بحميه ماتش واتنين يا عم وتلاته، مع ان ده مستحيل يعني. طب وبعدها هيتبقى لك فين شغل المدرب؟ وفعلا فين شغل المدرب في الشوط التاني؟ بالعكس الشوط التاني شوط فوضوي وما يقلش عن الماتشات اللي فاتت بصراحه. والنقطه الاهم بقى، هو احبطني لما راح منزل بيكم وبيلعب بخمسة اتنين تلاته. الاهلي ضد فريق في الدوري 20 دقيقة بيلعب بخمس مدافعين، قدامهم اتنين مروان وديانج اللي هم دفاع صرف برضه. بقى لعيبة دي بقى ايه، لا تقول لي لعيب ولا مش لعيب، دي مدرب. حط كده تحتها مليون خط، ده تصرف مدرب. لازم انت عديت بماتش النهارده وعديت بالعافيه كمان، يعني اللي هو انت مش بتدافع جامد كمان، يعني اللعيبه مرصوصه وخلاص. يعني الكره اللي في الاخر دي اللي هي لمسه يد، دي لمسه يد. انا مش عارف هم بيقولوا اوفسايد وبتاع، زي انهم مش اوفسايد، لمسه يد وش يعني. حتى هم يعني لغايه دلوقتي ما بينوش الخط، بس ادينا هنشوف. فانت بتلعب بسبعه ما صفقش السبعه. فانت يا مدرب كده بتبين اللي هو انت على الله. يعني ايه تلعب بسبعه دفاع ضد فرقه في الدوري؟ اي امال الماتشات الجايه تعمل إيه؟ انت بصراحه انا خلاص يعني قلقت او خلاص. يعني دايما كنت بديله اعذار وبتاع، بس شكرا كده. يعني انت ايه، ابتدت فولتك تبان بدري قوي مش عارف ليه. ودي حاجه زي ما قلت احبطتني، علشان كان الواحد مستني منه كتير بصراحه.
مش هنقعد بقى نغيّر مدرب في التاني في التالت، كتير over. دي ناتجة طبعًا عن الاختيارات الجميلة بتاعة مجلس الإدارة وإدارة الكورة. كل الفشل ده لا اللعيبة تتحمّله ولا أي حاجة غير مجلس الإدارة بصراحة يعني. هُم اللي بيجيبوا المدرب وهُم اللي بيجيبوا اللعيبة وهُم اللي بيقرروا مين اللي يقعد ومين اللي يمشي، سكة ودغري يعني. كنت مستني من المدرب ده بصراحة اللي هو يقعّد كوكا. عيب والله إن الأهلي يبقى بيلعب ب7 دفاعيين لمدة تِلت ساعة قدّام فرقة من الدوري. ده أنت الجمهور بتاعك والملعب بتاعك، عيب اللي أنت ترجع تدافع ب7 لعيبة خلال 20 دقيقة، كتير أوي على الأهلي يعني. وهنرجع نعيّط تاني، اللي حصل في ماتش صن داونز هيحصل تاني، بس اصبر شوية يعني إيه، في شوية دلوقتي حمية. لمّا الحمية دي تقِل مع الماتشات هتشوف كمية تعادلات للأهلي مش طبيعية، لو المدرب ده قرر يكمّل على كده. الأهلي عايز شغل كورة، كورة كتير كمان، عايز لعيبة بس عايز شغل من المدير الفني ويبطّل عبط بقى في حتة المراكز دي. يعني أنت جايب لي بن شرقي مين؟ إيه يعني بن شرقي هيعمل إيه بيمين؟ على فكرة كان أحسن واحد في الماتش، بس ده عشان عنده حمية وبيجري بس هيعمل إيه؟ كان كل كورة عايز يرقّص أو يستلم بيمينه، صعب. حتى الكورة اللي جات له وشاطها دي، شايطها بشماله، شايطها وِحِش أوي. عشان هو مش أشول. يعني أنت عندك زيزو وينج يمين، لأ أنا هالعبه في نص الملعب وتعالى يا بن شرقي العب وينج يمين. يعني فين عقلك طيب؟ بصراحة أمر محبط والواحد كان قاعد قرفان بصراحة. وسيبك بقى اللي قعد يقول لك الشوط الأول الأهلي حلو وبتاع، لأ الشوط الأول الأهلي ضاغط وعنده حمية. أول ما الحاجتين دول راحوا خلاص بقى يا باشا كل سنة وأنت طيب. باين بقى شغل المدرب اللي هو قليل أصلًا، واللي زاد الطين بلة كمان اللي هو لعب ب5 مدافعين والاتنين اللي قدامهم يعني مروان عطية وديانج. هو قتل الأهلي خلاص كده شكرًا، مش هنلعب كورة وكل سنة وأنتم طيبين. فبصراحة يعني مش متفائل خالص، بس ادينا هنشوف الدنيا رايحة معاه فين، ونشوفكم بعد النهائي إن شاء الله. إن شاء الله الأهلي يكسب النهائي مهما كان الطرف التاني يعني. سلام.